بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة أمطار ربيع سنة 44 هجريا على البلاد حفظها الله، ربعنا بنقذه واستانس الناس من حولنا والحلال ولله الحمد. عسى الله يحفظه ويستر عليه وعلى هلا. فجادت القريحة بهالأبيات يقول: عسات يا نقذه بهمال الأمطار بول طلوع السهيل ترهش رعوده، حزت وصوله للوطي يثور غبار من زود قوة ماطره جاب كوده، يودع بياض طعوسها عشب واشجار والناس ما تحصي لسامي وروده، ربيعها الخلفه تضيع له حوار حنينها أحلى من تقاسيم عوده، وشوف أبو زاهي وأبو نواف ما صار عندي حلا من عد ربطة نقوده، مع أبو سالم عندها الناس حضار جوله مسايير ودوار ذوده، وعيالهم بزه وفزعات وسطار إخوان فلجة عز منها معضوده، خمسان سنجاره وصلعاب ويبار يجاهم الحوال تبرأ الهوده، عز السموه يوم روغات الأبصار صوار من يحز عود بعوده، بجهود أبو زاهي واللي معه جار عبد الله اللي جاه تجدح زنوده، مثل هديب الشام شيال الأقطار يوم الردي كوبان ما جاب فوده، عقب دخيل والولد صالح وبار وبره رقابه فوق عالي سنوده، عقب دخيل والولد صالح وبار وبره رقابه فوق عالي سنوده، فعله مع إخوانه والأحفاد جبار يسعد الحي وبالمقابر جدوده، مستي المضمي شوله جل وبكار من زود يم لو تزايد وروده، عدك على هداج تيمة اليافار الاسم نقذه يوم ساعات كوده، وخلوا هالاسم له حقيقة وتعبار تنقذ مداريت الظما في نفوده وتندح سقوسه، مع جيوبه المصدار يطربك صوته يوم تنطح سنوده، وعسى يجنبها الولي كل الأكدار وعسى المحل طول الزمن ما يعوده، هي ولي حوله والبلد هو الأمصار اللي بها الإسلام دين يسوده، وصلاتنا على النبي سر وجهار عد السكون وعد ما هبنوده. وسلامتكم. سعود مناحي النبهاني.